ذكروا عنه بأنه مرة رأى، كان ماشي في الطريق هو أو شيخ آخر والله، رأى رجلا مخمورا، أو شيخ عبد القادر الجيلاني رأى رجلا مخمورا وقد ثمل مما هو فيه، فمشي يتجاوز الشيخ عبد القادر هو وطلابه، وإذ بهذا المخمور بينادي على الشيخ بيقول له: يا شيخ عبد القادر. فبيوقف الشيخ يلتفت عليه بيقول له: الله قادر لما مو قادر؟ بيقول له: لا قادر. رد بيمشي الشيخ، رد بينادي عليه، لا مرة ثانية بيقول له: يا عبد القادر، ما بيقول له يا شيخ. التفت عليه بيقول له: نعم. بيقول له: الله قادر لما مو قادر؟ قال له: بلا قادر. رد مرة ثالثة: الله قادر أو مو قادر؟ قام الشيخ صار يبكي وقال له: لا قادر. فالطلاب استغربوا، ليش الشيخ عم بيجاوب واحد هيك أصلا مو بعقله وبعدين ليش الشيخ يبكي؟ قالوا له: سيدنا شبك ليه؟ شو اللي صار؟ قال له: والله يا ابني لما عم بيقول لي أول شيء يا شيخ عبد القادر الله قادر لما مو قادر، وقع في خاطري إنه الله قادر يطالعني من هذا الذي أنا فيه ويتوب علي. قلت له: إيه الله قادر، الله بيطالعك. هلأ بالمرة الثالثة وقع في خاطري إنه عم بيقول لي: يا عبد القادر الله قادر يحطك مكاني ويحطني مكانك. فأنا بكيت. والحقيقة يا أخوان، أنت بفضل الله الله سلك بك درب الصالحين، ولا أنك ذكي ولا لأنك فهيم ولا لأنه عندك كثير أعمال خيرة، فضل من الله عز وجل. لذلك لا تتكبر ولا على عبد من عباد الله تعالى مهما كان مقصرا. وبيقولوا أنه الشيخ بدر الدين الحسني بالشام كان في دار للبغاء من زمان، الحمد لله أزالها الله، يروحوا عليها البنات بالأجرة يلي بيفعلوا الفاحشة. فبيقولوا أنه الشيخ بدر الدين الحسني كان قبل العيد يبعث ليرات ذهبية للبنات اللي بدار البغاء مع طالبة من طالباته، أنه روح يعطيهم إياهم وقلي لهم أنه الشيخ بدر الدين بيسلم عليكم وبيقول لكم ادعوا له. يا لطيف، وإن بعيد من هون عاملين السبع وزمتها. يقال بأن بعض هؤلاء البنات كنا يتبن إلى الله عز وجل من جراء هذا الموقف. فيا أخوان، الناس الله يزرع في قلبك أو في قلوب الناس إجلالك، محبتك، إكرامك، بس هذا فضل من الله عز وجل. وإلا لو الله بيكشف السرائر، سيدنا أبو بكر يقول: لو يعلم الناس من أبو بكر لما نظروا إليه. الله لو بيكشف هيك سرائر الناس ما بتطلع عليك بنور. بس من جميل ستره أنه ينشر خيرك بين الناس ويخفي عنهم شرورك. في أخ موظف قال لي: أنا أحيانا هو تتصل به زوجته مشان تطلب إليه إلى مكان العمل، مشان تطلب إليه أغراض للبيت. بقى بيكون قدامه، هو مكتبي عمله، قدامه الأوراق والأقلام. قال لي: فأترك القلم تبع المكتب وبطلع القلم اللي هو ملكي من جيبي مشان أكتب على الورقة ما هي الأغراض التي أريد أو تريد زوجتي أن أشتريها لها. يا لطيف، عم بيحاسب حاله. هلا إذا أنت كتبت بالوظيفة بالحبرات تبع الوظيفة 10 شغلات مرتك بدها إياهم، قديش أنت بتكون خسرت الدولة؟ ما بتكون خسرت شيء. وهذا أمر مما يتسامح به. لكن سبحان الله، المؤمن بصير عنده دقة وعنده ورع بحيث أنه يحاسب نفسه على دقائق الأمور. قلت لكم مرة أنني أعقد درسا في جامع دك الباب، وهو قريب مبنى المالية، والدرس على صلاة الظهر ومدة الدرس 4 ساعة. جاءني أحد الإخوة يحضر في الدرس، قال: أستاذ أنا موظف في المالية، أنا بنزل بحضر بالدرس، ما بيكون أنا بكون أنهيت مراجعيني وما في عندي أي شيء يحتاجه مني العمل، فبنزل أنا بصلي الظهر وبحضر الدرس وبطلع. قال لي: بس أنا حسبت أنه أنا كل درس بروح نص ساعة، معناتها بالشهر هدون 2 ساعتين، معناتها بالسنة 24 ساعة. 24 ساعة إذا كل يوم الدوام 6 ساعات مثلا، فبيطلعوا هدون 4 أيام. فلذلك أنا بتصدق بأجرة 4 أيام في المصالح العامة. المسلم
إيمانه، حبه لله، خوفه من الله، إشفاقه على أن تخرم علاقته مع الله، يكون دقيقا في أبسط الأمور. بس غير المؤمن، غير المنضبط بشريعة السماء، لا يحلل ولا يحرم. زمان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان له غلام، وكان يأتيه كل يوم بطعامه، فإذا جاءه فكان أبو بكر يسأله من أين هذا؟ فيخبره: والله البيعة الفلانية، التجرة الفلانية، هدية من فلان. في مرة من المرات جاءه بلبن حليب، شرب أبو بكر ولم يسأل الغلام، فيما يظهر بأن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه شعر، حس بعد ما شرب شربة لبن في شيء. طبعا لما بيكون هذا القلب ذاكر، لما بيكون هذا القلب حي، لما بيكون هذا القلب متعود على الحلال، لا سمح الله إذا في شائبة حرام بحس. هلأ إذا واحد في كلية بفرنسا تخرج إنسانا معه شهادة أنف، يقولون هذا الأنف يستطيع أن يميز 4000 رائحة عطر. هلأ أنا وياكم مو متخصصين، يعني منشم أول ريحة وثاني ريحة وثالث ريحة، بعدين خلاص كله مثل بعضه. هذا يستخدم موظف في معامل العطور العالمية، بس الرجل مدرب ومتقن، وأكيد في مهارات معينة حتى يبقى الأنف نقيا وصافيا، بحيث يعرف بأن هذه الرائحة نقية أو غير نقية. أما إذا واحد مقرب ومرشح ما عاد بيشم شيء، مريض، نسأل الله السلامة. إذا واحد قلبه مريض ما عاد بيفرق معه حلال حرام، هات كله طيب. بس إذا واحد قلبه حي بيشعر. سيدنا أبو بكر فيما يظهر بأنه شعر بشيء، قال للغلام: من أين هذا اللبن؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية فوعدني بجائزة. تكهنت يعني أريت له الأبراج تبعه، يعني ضربت له بالمندل، يعني حكيت له شو بده يصير معه بكرة، يعني أريت له النجوم تبعه. طبعا هذا حرام، والمال الذي يأتي منه حرام. قال: فوعدني بجائزة، فلما مررت عليه اليوم أعطاني هذا اللبن. فسيدنا أبو بكر معناته مزبوط، هذا الشعور صح، وضع أصبعه هيك وتقيأ وقال: اللهم لا تؤاخذني بما امتصته العروق. هلا إذا واحد شاف حاله بالبيت هيك، شاف حاله مع إخوانه في الجامع هيك، شاف في نفسه هيك فعلا: أنا أخي عندي حب الرئاسة، بحب هيك يترأس وحتى أشوف حالي على الناس، إن بدكم كلكم تخدموني. شو بده يعمل؟ شو بدي أعمل مشان هالنفس هيك اللي متعالية اكسرها؟ ما بدها شيء. هلا بس تخلص الدرس تنزل على التواليتات تبع الجامع، تشلح جراباتك، تشمر بنطلونك، تشلح الجاكيت تبعك، وبتنظف تواليتات الجامع كل جمعة هيك. أيمت بيكون في مثلا زحام وبعد الدرس ما فيها شيء، بتروح على الجامع تنظف هيك تواليتات الجامع. بدك بس نطلع من الجامع بتجيب خرقة وبتجي بتمسح هلا بالأحذية. هلا نفسك ما بيهون عليها، بتحس نفسك، تحس حالك حتنفجر، وهو المطلوب. يعني هو المطلوب انك انت تحس حالك حتتمزق من جوا، لكن نحن بدنا نمزق هذه النفس المتعالية المتكبرة. بالمناسبة حتى الصالحون هكذا يفعلون. مرات بيكونوا إخوانهم عندهم في بيوتهم بيخلوهم قاعدين بيقضوا ضيوف، بيروحوا بيبويونهم صبابيطهم، ما فيها شيء. شايف شان هالنفس ما هيك تكبر وتتعالى. قلت لكم مرة الشيخ متولي الشعراوي الله يرحمه راح إلى مسجد من المساجد أو محافظة من المحافظات مدينة، الناس من محبتهم فيه واجتماعهم عليه حملوا له السيارة. منظر يعني منظر مهيب هيك الشيخ، إنه حملوا له السيارة هيك ومشوا فيها. بس خلصت المحاضرة أو اللقاء ورايح هو مع السائق، مروا جنب جامع، قال له وقف، قال له أنا بدي أدخل بس على المسجد شوي. السائق فكر إنه الشيخ بده يصلي له ركعتين. فات الشيخ 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة تلت ساعة ما طلع. خاف السائق، فات على الجامع وقت مو وقت صلاة، شاف كم واحد هيك عم يصلوا عم يقروا قرآن بس ما في بيناتهم الشيخ. ليقوم عم يتوضأ، نزل على الموضآت لقى بس سمع صوت مي بالتواليتات. قرب هيك وقت شاف الشيخ شالح الجبة واللفة وعم بينظف التواليتات. شو هذا يا سيدنا؟
قال له والله يا ابني أنا لما حملوا لي السيارة الناس يعني شفت نفسي تعالت، قام حبيت يعني علمها أدبها، فجيت على التواليتات نظفتها. في واحد من الأخوة بيحضر معنا عمره شي 70 سنة، والده توفاه الله، الله يرحمه، هو من تجار الشام القدامى. قال لي بيتهم بالمهاجرين، هو بيشتغل بالبزورية. قال لي بالشام كلها كان في شي 6 سيارات، واحدة منهم لأبي، يعني أول ما نزلوا السيارات على البلد. فأبي كل يوم بينزل على المحل وبيطلع بالسيارة تبعه، مرات بيطلع وقت الغداء كمان بيتغدى بالبيت وبيرجع، مرات ما بيرجع. قال لي لاحظت إنه أبي كل فترة شي الساعة 3 الظهر بيطلع من البزورية على المهاجرين حامل أكياس الخضرة الساعة 3 بإيده وطالع مشي، والسيارة موجودة يعني يا بتكون مصفوفة جنب البيت يا جنب المحل. وبعدين نحن بالمحل عنا يعني شباب بيشتغلوا، يعني أبي بيقدر يقول لهم خذوا يا ابني وصلهم الله يرضى عليك على البيت، بس أبي هو بيطلع. فسأله مرة قال له يا أبي ليش هيك، يعني ما تقول لي أنا إخواتي قول لهالشباب بعدين السيارة موجودة. قال له يا ابني أنا كل فترة بشوف نفسي صارت هيك كبرت تعالت مع الناس، أنا عندي سيارة أنتم ما عندكم، أنا مدير أنتم عمال، عندي أنا معي مصاري أنتم ما معكم، فبحب إنه أدبها، فبرجع بحمل هيك السك والأغراض وبطلع ماشيا. طبعا بيتعب وبيرهق، بس حقيقة يا شباب هذه النفس إذا ما أدبتها تتعالى. أيها البني إن النفس كالنار إن أعطيتها شهوتها تمادت وطلبت سواها، ما بتشبع النفس. بيقولوا إنه في رجل كان بعقله شيء، كان واقف في فلات وعم ينكت بهالتراب من الأرض، يحفر حفرة يطلع تراب منه ويزته، ويقول يا ربي ملازمة يا ربي ملازمة يا ربي ملازمة يا ربي ملازمة. مر به سيدنا موسى قال له شو هي اللي ملازمة؟ قال له نار جهنم. مو لازمة يا رب دخيلك، مو لازمة النار، شيء فيها حريق وفيها خريق وفيها زقوم وفيها شيء مخيفة جدا يا رب، مو لازمة دخيلك بلاها. سيدنا موسى راح إلى عمله، بآخر نهار رجع لقى عم بيرجع الترابات لقلب الحفرة وعم بيقول يا ربي لازمة يا ربي لازمة يا ربي لازمة. بس لقى شو بقى مهرتق وعي، منظره مزعج، شو هذا العبد؟ سأل ربه، سيدنا موسى كليم الله عز وجل، سأل ربه وقال له يا رب شو هذا العبد؟ صبح مو لازمة، المساويات لازمة. قال له يا موسى عم بيقول لي انه النار مو لازمة. اجوا 4 قطاعين طرق زعران بعيد منهم، قتلوه دمسوه قتلين، شلحوا مصاريه واكلاته وشرباته، رجعوا قال يا ربي لازمة. الله حكيم يا اخوان، الله منزه عن النقص، الله كله كمال، امره كمال وذاته كمال. فاذا قال فالقول قوله، واذا اي واحد بيشوش لي على قول الله هو المتهم، مستحيل أنا اتهم قول الله عز وجل. سبحان الله، شو معنى سبحان الله؟ يعني أنزه الله عن كل نقص. أي واحد بده يقول كلام الله فيه نقص هو المتهم بالنقص، أن عقله لم يصل إلى فهم كلام الله تعالى، عقله قاصر. الله جعل الكون متكامل وكل سبحان الله جعله مسرورا بعمله. تعالوا نضحككم بالشغلة ونختم فيها الدرس. مرة إجاني أخ مريض يعني على العيادة، فأنا لما باخذ يعني معلومات المريض باخذ بالجملة إنه هو شو بيشتغل. قال لي والله أنا بشتغل عامل بالمياه المالحة. قلت له أهلا وسهلا، وكتبت باقي المعلومات، مرض العام، مواليده، وين ساكن. جيت أنا عم بعالج له أسنانه، قال لي بقى هو بسيط يعني. قال لي والله يا دكتور الله يعينكم، شغلتكم شو مقرفة. قلت له شو بدنا نعمل، الله بيعيننا. سبحان الله. لا هو يرى نفسه كثير يعني انه الحمد لله هيك مرتاح بعمله، كلهم الله يسر له شغلته، ويرى نفسه انه هو في كثير راحه. وهذا من كمال الكون، يعني من كمال الكون ان يعني يسر المهندس بهندسته والطبيب بطبه والنجار. الله انتم بتشوفوا يا جماعه هذول المعمرجيه
يلي بيطينوا البنايات من برا، تلاقيه ناصب السقالة بالطابق 20 وفوق عم يشرب شاي. اي والله لو بيعطوني 100 مليون ما بطلع لفوق. شيء مخيف يعني، التطليع على حالة بدوخ راسك تجي بدك توعى. شلون قاعد هذا الرجل؟ قاعد وعم يشرب شاي وعين الله عليه. سبحان الله، كل واحد